حلقة جديدة لينا من حلقات اليوتيوب، الحلقات القليلة. يعني بنعمل حلقات قليلة قوي جدا على اليوتيوب، لأن احنا ما بنلاقيش أي دعم في قناتنا على اليوتيوب. ما بنلاقيش لا لايك ولا كومنت ولا حد بيشترك في القناة ولا حتى حد بيفعل زر الجرس. فقبل ما نبدأ كده نصلي على النبي ونشترك في القناة وندي لايك كده لأخوكم، عشان هنتكلم النهاردة في حاجات كده مكلكعة شوية في النادي الأهلي. صداع في رأس الإدارة يعني. الصفقات، اللعيبة اللي عقودها بتنتهي، الإعارات، الناس اللي هتمشي. كل دوت صداع في دماغ النادي الأهلي وفي إدارة النادي الأهلي. هنبدأ دلوقتي باللعيبة اللي عقودها هتنتهي. احنا عندنا 8 لعيبه عقودها بتنتهي في النادي الاهلي. اللعيبه ديت هي محمد الشناوي، بيرسي تاو، حمزه علاء، علي معلول، السوليه، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، واكرم توفيق. هنبتدي باكرم توفيق لان موضوع اكرم توفيق يعني رخم شويه. اكرم توفيق من اللعيبه الاساسيه دلوقتي في الفرقه، من اللعيبه المؤثره في الفرقه، اللعيبه الجوكر في النادي. النادي محتاجه، النادي عايز يجدد معاه، النادي مش معارض ابدا ان هو يجدد مع اكرم توفيق، بس اكرم توفيق ليه طلبات. اكرم توفيق ليه طلبات مع النادي الاهلي، او لاداره النادي الاهلي. عايز الاداره تحقق له المطالب ديت، وطلبه يعني اكتر طلب ليه ان هو يبقى من اللعيبه الفئه الاولى، مش عايز يبقى من اللعيبه الفئه الثانيه والفئه الثالثه والحاجات ديت. اكرم توفيق جاي له كذا عرض من كذا نادي، لكن هو رافض كل العروض اللي جايه له. منها عرض للزمالك، منها عرض من بيراميدز، منها عرض من الخليج. لكن اكرم توفيق رافض كل العروض دي. رقم واحد عنده ان هو يكمل في النادي الاهلي، وان هو مش عايز يروح في اي حته تاني ويخسر شعبيته اللي عملها مع جمهور النادي الاهلي. اكرم توفيق طلبه الوحيد ان هو يتحط فيها اولى، بس عنده استعداد يمضي على بياض. نيجي بقى لبيرستاو. بيرستاو فاقد الشغف، اللي هو خلاص مفيش حاجه تاني يقدمها للنادي الاهلي ولا عنده اي جديد يقدمه للنادي الاهلي. بيرستاو جاي له عرض من نادي الزمالك وعرض من جنوب افريقيا من فريق كايزر تشيفز ومن صن داونز. في تفاوض من اداره نادي الزمالك مع بيرستاو. بيرستاو من حقه في شهر واحد يمضي لاي نادي. حقه، الفيفا مدياله الحريه ان هو يمضي لاي نادي في خلال الست شهور دول، وبدون اي غرامات عليه وبدون اي حاجه عليه يعني. فاحنا بيرستاو بنقول لك مع السلامه. مع السلامه، واللي يحمل يشيل يعني. احنا خلاص انت جبت اخرك معانا، ومفيش اي جديد اصلا بيرستاو يقدمه مع النادي الاهلي. ما اعتقدش ان بيرستاو مكمل حتى الست شهور دولت. النادي الاهلي بيفكر اصلا ان هو يمشيه قبل الست شهور، بيفكر انه يديله فلوس ويفسخ العقد. هو بيرستاو من حقه ياخد 200,000 دولار والنادي الاهلي يفسخ التعاقد معاه. فبالسلامه يا بيرستاو، لان انت بصراحه تعبتنا. نيجي بقى لحمزه علاء. حمزه علاء النادي الاهلي هيجدد له، النادي الاهلي عاوز يجدد له، واللاعب مرحب انه يجدد له. والاهلي بيفكر يطلعه اعاره. الاهلي بيفكر يطلعه اعاره. اللاعب ما شاء الله عليه يعني، ادى بطوله جامده جدا مع المنتخب الاولمبي، وقدم ماتشات كانت مستواه عالي جدا. الحمد لله الحراس في النادي الاهلي ما فيش اي خوف عليهم، اذا كان الشناوي او مصطفى شوبير او حمزه علاء او مصطفى مخلوف الحارس الرابع يعني. الاهلي بيفكر ان حمزه علاء يطلع اعاره ويصعدوا مصطفى مخلوف مكانه، وما فيش اي مشكله ان هو يجدد. نيجي بقى لعلي معلول. علي معلول في يعني لغط شويه في الموضوع بتاعه. في الاداره عايزه تجدد له، الاداره عايزه تخليه يكمل مع النادي الاهلي سنه كمان. وعلي معلول ما عندوش اي مشكله ان هو يجدد سنه، يجدد سنتين، يجدد 3 سنين، ما عندوش اي مشكله. بس الاداره دلوقتي حاطه الموضوع كله في ايد مارسيل كولر. في جلسه ما بين مارسيل كولر وما بين علي معلول هتحدد ان علي معلول هيكمل مع النادي ولا مش هيكمل. انا لو قلت لي راي علي معلول يكمل ومارسيل كولر مع السلامه يعني. مارسيل كولر قال لك علي معلول يكمل او لا، انت لازم تخليه يكمل باي شكل باي طريقه. علي معلول واحد من الاعمده الاساسيه في النادي الاهلي اللي مفيش اختلاف عليه يعني. فعلي معلول مارسيل كولر، هو الامر كله في ايد مارسيل كولر. نيجي بقى السوليه خلاص يعني يعتبر جدد. السوليه مضى على بياض وقال لهم حطوا الكام سنه اللي انتوا عاوزينها. عايزيني سنه، عايزيني سنتين، عايزيني 3 سنين، انا ما عنديش اي مشكله. كده كده السوليه اصلا بيتعامل كفئه اولى، وهو واحد من كباتن الفرقه. عمرو السوليه
ما عندوش اي مشكله انه يجدد ويعني الموضوع محلول بالنسبه لعمرو السوليه برضو. كل المشاكل بس اللي هو بيرستاو. آه واحد زي الشناوي بقى هو اللي مطالبه، يعني عايز يجدد 3 سنين والاداره عايزه تجدد له سنتين. محمد الشناوي، آه انا شايف ان هو لو شايف له رايي انا، لو هو شايف ان في حته تاني احسن له، روح وسيب الفرصه بقى لمصطفى شوبير، لان مستواه متذبذب بقى، ماتش وماتش لا، ماتش وماتش لا. وحته ان هو لما مصطفى شوبير بيبدا اساسي ما بيرضاش يقعد دكه. انا بصراحه دي اول مره اشوفها في النادي الاهلي ومستغربها بصراحه يعني. فالشناوي في كلام ان بيراميدز بيكلمه، بس انا بقول لك ان ده مش صح نهائي. بيراميدز ما كلمش الشناوي، ولا الشناوي عنده استعداد اصلا ان هو لا يروح بيراميدز ولا يلعب في اي حته في مصر الا الاهلي. بس الشناوي طالب 45 مليون في سنه، و45 و50 مليون في السنه الثانيه. ده لو هيجدد سنتين. لو هيجدد 3 سنين بيقول لك حط لي 40 مليون في سنه، والسنه الثانيه 45، والسنه الثالثه 50 مليون. فانا شايف ان يعني كتير قوي عليك يا شناوي بصراحه، يعني كتير عليك. فانت لو شايف، ده رايي انا برضو، فانت لو شايف لك اي نادي تاني مع السلامه برضو، خد بيرس هو اخوك واتكل على الله. رامي ربيعه برضو ما عندوش اي مشكله. رامي ربيعه كده كده بيجدد على بياضه ويمشي، وكده كده بيتعامل برضو واحد من كباتن الفرقه، وواحد من اللعيبه الفئه الاولى بيجدد على بياض. النادي، اداره النادي هي اللي بتحط له كام سنه، هيجدد كام سنه، وبتحط له المبلغ اللي هو بتاع الفئه الاولى مع الاعلانات مع الكلام ده كله. فرامي ربيعه ما فيش اي مشكله برضو في تجديد التعاقد بتاعه، نفسه ونفس ياسر ابراهيم. بس دي المشكله من المشاكل اللي في اللي مع اداره النادي الاهلي، اللي هي ملف العقود بتاعت اللعيبه اللي بتنتهي عقودها. اللعيبه اللي هترحل مبدئيا كده، رقم واحد كهربا خلاص طبعا مع بيرستاو. آه كهربا في عرض ليه من نادي السواحلي الليبي، النادي موافق عليه. وفي شهر يناير ده كهربا ممكن يكون خلاص اخر يعني دوت الموسم ده هو مش مكمل معانا ان شاء الله يعني. ويا بركه يا جامع برضو، خد مع اخوك الشناوي ومع اخوك بيرسي تاوي، وشكرا قوي انتوا الاثنين او انتوا الثلاثه يعني. فبركه يا جامع، يعني خلاص قربنا نخلص من كهربا ان شاء الله. عقبال حد تاني انا مش هقوله دلوقتي يعني. كهربا الامر في ايده، الاداره قالت له شوف انت عايز ايه، عايز تروح السويحلي، الاداره ما عندهاش اي مانع ان كهربا يطلع اعاره 6 شهور سنه. ما عندهاش اي مانع خالص ان كهربا يطلع، خصوصا ان هو مستواه متذبذب برضه، ما عندوش مستوى ثابت، او بقاله كتير قوي ما فيش توافق ما بينه وما بين كولر. وكولر مش مقتنع بيه اصلا. ده غير ان في الاداره بتفكر اصلا في لعيبه بقى، في مهاجمين بيلعبوا مركز 9 كويس، وبيفكروا طبعا في وينجات. فكهربا ولا نافع ان هو يلعب لا وينج ولا كمهاجم. في كلام برضو ان في رضا سليم هيتشال من القايمه، علشان ان الاصابه بتاعته هتقعد من 4 شهور ل6 شهور. ورضا سليم ما عندوش اي مشكله طبعا، كلنا شفنا لقاءه مع الكابتن احمد شوبير، ومفيش اي مشكله بالنسبه له ان هو يترفع اسمه من القايمه. ملف الصفقات بقى، مارسيل كولر مش مقتنع باي لاعب محلي، مقتنع بلاعب اسمه اسد الحملاوي. ده كده بيلعب برضو 9، بيلعب مهاجم. قريب شويه لعب وسام ابو علي. مقتنع بيه كولر طبعا، غير ايفرتون دا سيلفا بنسبه مثلا 85% 90%. الصفقه خلاص خلصت بنسبه كبيره جدا. خلاص فاضل بس الرتوش الاخيره ما بين اداره النادي الاهلي واداره الفريق التشيكي اللي بيلعب فيه ايفرتون دا سيلفا. وخلاص اللاعب جاي القاهره يعمل الكشف الطبي، وان شاء الله اللاعب هيكون في خلال ايام. التيك تاك بتاعت النادي الاهلي على صفحه النادي الاهلي، التيك تاك بتاعت ايفرتون دا سيلفا. محمد عبد المنعم كان في كلام كتير انه جاي في يناير، لكن محمد عبد المنعم اخر حاجه ليه مش جاي النادي الاهلي، ومش راجع النادي الاهلي لا في يناير ولا في شهر 6. مدرب نيس اغلق معاه ان هو يمشي خالص، او ان هو يطلع على سبيل الاعاره. اغلق معاه الموضوع دوت والملف ده نهائي، وقال له انت مكمل معانا
انت مكمل معانا في الفريق واحنا عاوزينك، واحنا في شهر 6 هيبقى في، يعني ده في شهر 1 الكلام دوت ان هو مكمل معاهم الموسم ده. في شهر 6 اللي جاي عندهم معسكر الاعداد، معسكر الاعداد للموسم الجديد. فمحمد عبد المنعم صعب ان هو يسيب معسكر الاعداد بتاعه ويرجع النادي الاهلي يلعب معاه كاس العالم للانديه ويرجع نيس تاني. فمحمد عبد المنعم اتغلق، يعني اتقفل الموضوع بتاع محمد عبد المنعم ده نهائي، اتقفل من الاداره ومن محمد عبد المنعم ومن نادي نيس. طبعا كلنا عارفين ان الفرقه سافرت للجزائر، ماتش صعب يوم الجمعه ان شاء الله يوم 3 يناير. الفرقه سافرت كلها الحمد لله، يعني ما فيش بس غير المصابين. ما فيش استبعاد فني من كولر لاي حد، لاي لاعب في النادي الاهلي في المباراه ديت يعني عموما. مباراة صعبة بكل المقاييس، ما تخليش ال 6-1 تقول لك ان هي مباراة سهلة ابدا، لا بالعكس. مباراة شباب بلوزداد من اصعب الماتشات اللي هيقابلها النادي الاهلي الموسم ده، خصوصا ان الفرقة مستواها متذبذب، وخصوصا ان الستة ديت هي اللي هتصعب الماتش يعني. حتة ان شباب بلوزداد خسران الماتش اللي فات 6-1 دي مصعبة الماتش على النادي الاهلي وعلى لعيبة النادي الاهلي وعلى المدير الفني. لحد هنا لو وصلت معايا لحد هنا صلي على النبي في كومنت، وتكون ان شاء الله يعني كده خلصت حلقتنا. واستنوني في حلقات تانية كتير بإذن الله، ونتمنى تكون اخبارنا وحلقتنا عجبتكم، ونتمنى ان احنا يعني نكون يعني جبنا لكم وغطينا لكم كل حاجة وكل الامور اللي خاصة باللعيبة وكل الامور اللي خاصة بالنادي الاهلي. نوصل لحد هنا، لايك كومنت وما تنساش تفعل زر الجرس والاشتراك في القناة. السلام عليكم.